كين الفنانة علا غانم وزوجها من منزل الزوجية. ده كان قرار النائب العام، والخبر ده اللي كشفه جوزها رجل الأعمال عزيز، وقال اتهاماتها ليا بإني اعتديت عليها وضربتها وعملت لها ارتجاج في المخ. الاتهامات دي كلها علشان كانت عاوزة تبرر اللي عملته فيا. لما واحدة تمسك حديدة وتضربني بيها لازم تقول إن أنا ضربتها. وأضاف وقال أي قرار يطلع من النيابة والقضاء أنا مرحب بيه، وانا محدش سألني لحد دلوقتي من النيابة بخصوص اتهامات علا غانم ليا باني هجمت على البيت واعتديت عليهم، ومنتظر النائب العام علشان يسألني ايه اللي حصل. واللي عملته في نفسها ده كان تحت تأثير المخدرات، كانت قاعدة تضرب في نفسها. وده كان كلام الناس اللي شغالة عندي، وردوا عن كلامها انها قالت انها ما كانتش بتحبه وكانت عايشة معاه علشان ضل راجل. رد وقال كان كله تمثيل في تمثيل، ما كانتش بتحبني. يمكن دي الحقيقة بتاعتها، ده اللي كانت بتعمله بالفعل، كانت بتضحك عليا واتصدمت جدا. بتعملي فيلم او مسلسل عليا؟ طب ليه؟ علشان تستغليني؟ علشان تاخدي الحاجات اللي انت عاوزاها مني وبعد كده تقوليلي يلا باي باي؟ وده اللي حصل بالفعل. هي خدت كل اللي عاوزاه مني، ما بقاش ليا لازمة، واي حد تاني ياخد مكاني. 17 سنة عايشة جنبي وبتتكلم معايا، وبنتكلم في اليوم على الأقل 10 15 مرة، وهي بتخدعني وهي بتمثل عليا ومفيش إحساس منها. وإزاي تقولي أنا ما كنتش معاها 7 سنين؟ إزاي تكذبي على نفسك؟ إزاي بتنام على السرير وتقولي أنا ضحكت على الراجل ده 17 سنة؟ هو ده اللي أنا مش قادر أفهمه ومش قادر أستوعبه ومش هقدر أستوعبه. وهي ظهرت على حقيقتها وقال إنها بتشرب حاجات مخدرة زي الكحوليات وحاجات كده، وده ليه دليل. والحاجات دي بتشربها من ساعة ما اتجوزنا، وهي لما كانت بتشرب كنت أنا بضطر أمشي لأني مش بحب التدخين. وأنا بيتهيألي إنها بطلت علشان قالت أنا ما عنديش اتزان ودخت ورحت المستشفى وعندي مية على الرئة، وده تأثير المخدرات. وقال لو هي بتحاول تبطل ده كويس ليها، كنت أتمنى ده من زمان إنها تعمل كده. وقال انتهى الحب من حياتي خلاص، وهي انتهت خلاص من حياتي. في جرح دلوقتي جوايا وهيفضل موجود شوية علشان الكلام اللي أنا سمعته. لكن قبل ما كانت تضربني وتعورني وأمها تضربني وتتهمني إن أنا بهجم على البيت والحاجات دي كلها، كان في حب. ووجه كلامه في النهاية ليها وقال ربنا مش هيسيبك وهينتقم منك على السنين اللي ضيعتيها من عمري.